أهلا بيك في كورس العقارات لغير العقاريين. الكورس اللي هيغير فكرتك تماما عن العقارات ويخليك تاخد قرارات أكثر ثقة، ويخليك تقدر تكون عارف انت بتعمل ايه. وده لأن ناس كتير بتشوف ان العقارات مكان صعب أو محجوز للناس اللي عندها خبرة أو معاها رؤوس أموال كبيرة. لكن الحقيقة إن العقارات أكتر مكان ممكن تلاقي فيه فرص، بس ده بيحصل اما بتكون فاهم انت بتعمل ايه وبتتحرك ازاي. فلو انت مستثمر لسه في بداية حياتك، او عايز تاخد اول خطوة ليك في طريق العقارات، او حتى كنت بتشتغل في المجال ولسه مبتدئ وعايز تتعلم، فالفيديو ده ومجموعة الفيديوهات اللي احنا هنتكلم فيها في كورس العقارات لغير العقاريين هو البوابة اللي هتحطك على اول الطريق وتخليك تفكر صح. الكورس ده مش معمول علشان يقولك اشتري هنا وبيع هنا. الكورس ده معمول علشان يبني عندك وعي يخليك تعرف ازاي تتحرك وتاخد قرارك بنفسك. الوعي اللي يخليك ما تشتريش وانت شايف كل الناس بتشتري، او تشتري وكل الناس بتقول ما تشتريش. الوعي اللي يخليك تعرف تشتري صح مش علشان السعر قليل. الوعي اللي يخليك تختار الاختيار بنفسك ويكون بثقة كأنك بتستثمر في العقارات بقالك سنين. أنا اسمي أحمد سراج وبشتغل في المجال ده بقالي حوالي 10 سنين. 10 سنين من الخبرة، 10 سنين من الصفقات، 10 سنين من العقود، 10 سنين من المواقف عدوا عليا، جاي أقدمهم لك النهاردة بشكل بسيط علشان تتعلم تاخد قراراتك بنفسك، وتتعلم بالطريقة الأفضل إن أنت تاخد من خبرات العملاء اللي سبقتك، وتقدر تبني بيها خبرات تفيدك في استثمارك. كل فايل في الكورس ده معمول بعناية شديدة جدا علشان يجاوبك على سؤال بيخوفك، زي أبدأ منين، اشتري ازاي، اختار ازاي، ازاي اتاكد ان انا مش بيضحك عليا، ازاي اتاكد العرض ده مظبوط ولا لا. هنمشي مع بعض خطوه خطوه علشان تفهم كل حاجة تخص العقارات من البداية لحد ما توصل إنك تشوف الصورة كاملة. الصورة اللي بيشوفها المستثمر الحقيقي اللي بيعرف فعلا من أين يؤكل الكتف وبيعرف يستثمر بشكل مظبوط. مش بس حد داخل يجرب حظه في مجال جديد أو حاجة سمع عنها بشكل جديد أو حتى إعلان شافه على السوشيال ميديا. وأنا مش بس بقدم لك كورس، أنا بقدم لك بوابة لدخولك لعالم ممكن يكون جديد عليك. العالم ده كفيل ان هو يغير لك حياتك بالكامل لو عرفت قواعده وعرفت ازاي تستخدمها علشان تحقق اهدافك العقارية بشكل مظبوط. ليه الناس اصلا حيرانين في هنستثمر في ايه؟ ليه السؤال ده شاغل بال الناس كلها؟ لأن كل العملات باختلاف البلاد بيحصل فيها نسب تضخم. صحيح نسب التضخم دي مختلفة، ولكن قيمة الفلوس بتقل بكل عملات العالم. وعلشان تحفظ مدخراتك من التضخم لازم تدور على نوع معين من الاستثمارات تحط فيه مدخراتك علشان تقدر تواكب التضخم. طبعا مش هدخل في أجزاء تانية وأنواع تانية من الاستثمار، ولكن خلينا دلوقتي بنتكلم على الاستثمار العقاري. والسؤال ببساطة هو يعني إيه أصلا استثمار؟ الاستثمار من وجهة نظري هو إن أنت بتزرع بذرة معينة، البذرة دي بتراعيها وبعدين بتكبر وبعدين تجني ثمارها. الموضوع أشبه بالزراعة، عشان كده دايما بحب أقول المثال ده. فأنا النهاردة معايا بذرة لرأس مال، ممكن نقول إن ده المقدم بتاعي، وبعد كده ببدأ أراعي البذرة بتاعتي دي بمية وأسقيها، وده بيكون الأقساط أو الدفعات اللي أنا بكمل بيها تمن العقار بتاعي. بعد ما البذرة دي تكبر وتبقى شجرة وتبقى استثمار قوي، بيبدأ يطلع ثمار. الثمار دي بنقدر نقول عليها هنا ال ROI أو العائد من الاستثمار. وده أحد التعريفات البسيطة اللي أنا حابب
الكورس او الفايلات كلها تمشي بيها، ان احنا نتكلم بلغه بسيطه يفهمها كل الناس، بعيد عن الكلام المعقد او الكلام الاكاديمي، وده اللي احنا هنتفق عليه مع بعض واحنا ماشيين في السكه. طيب انا دلوقتي لو قلت ايه الفرق بين الاستثمار والادخار، وتقريبا احنا شرحنا الاستثمار بشكل كويس وبشكل بسيط، تعال نروح لتاني جزء، الادخار. الادخار يا صديقي ببساطة هو ان انت مثلا تحوش فلوسك في ذهب. الذهب ما بيدخلش دخل، ولكن بيحفظ القيمة. فالناس اللي بتدرس اقتصاد او بتتكلم في الاقتصاد هتلاقيهم دايما بيقولوا ان الذهب افضل وعاء ادخار. فالادخار هو ان انت تحوش قيمة فلوسك، ولكن مش هتقدر لان معاك 1000 جرام ذهب ان انت تأجرهم فخلال السنة يجيبوا لك 100 جرام. ده ما بيحصلش. ال1000 جرام دهب هيفضلوا محافظين على قيمتهم. لو ال1000 جرام دهب دول تمنهم اكس، بكره الصبح تمنهم 10 اكس، هيفضل محافظ على قيمة الادخار بتاعك. ولكن الاستثمار زي ما قلنا في البداية ان في ثمار انا بجنيها مع الحفاظ على اصل راس المال، فبيبقى اصل ثابت ولكن بيدخل دخل. طيب الجزء الأخير اللي اتكلمنا فيه وهو التجارة، وهو ببساطة إن أنا عندي منتج ثمنه جنيه واقف عليا بجنيه، حطيت عليه نسبة علشان أبيعه فهبيعه بجنيه ونص، وعندي مصروفات تشغيل ربع جنيه، فأنا دلوقتي عندي مكسب ربع جنيه. ما بين ان انا اشتري المنتج وان انا اخزنه وان انا ابيع اعيد بيعه، ده وقت كبير ومحتاج وقت ومجهود، ومحتاج خبرة في منتج معين علشان اقدر انزله السوق واتابع، وموضوع اكبر بكتير. فالناس دايما وهي بتحاول تحوش فلوس بتلجأ يا اما للادخار يا اما للاستثمار، مش كل الناس بتقدر على التجارة. طيب والسؤال دلوقتي، هل العقار يعني شقة؟ يعني كل الناس اللي بتستثمر في عقار بتستثمر في شقة؟ خليني أجاوبك على السؤال ده ببساطة، لأن أغلب المبتدئين في الاستثمار العقاري بيفكروا إن الاستثمار العقاري هو إن أنا أجيب شقة وأسيبها لفترة، ممكن أأجرها وبعدين أعيد أعمل إعادة لبيعها، وهو ده الاستثمار العقاري. لكن الاستثمار العقاري النهاردة في 2025 وإحنا على بداية 26 على ما نبدأ الكورس ده يبقى موجود في 2026. النهارده الاستثمار العقاري ليه اشكال كتير جدا، زي ان انت ممكن تستثمر في عقار تجاري او اداري او طبي او فندقي. كل ده اشكال للعقارات غير الشقة السكنية اللي اهالينا زمان كانوا بيستثمروا فيها، وكان ده اغلب التصور عند اي حد بيستثمر في عقار. طيب السؤال المهم دلوقتي، هل كل العقارات تعتبر استثمار؟ والحقيقة الصادمة إن مش كل عقار يعتبر استثمار. الاستثمار من وجهة نظري أو من وجهة نظر ناس تانية وأنا اتبعت الفكرة دي، هي العقارات المدرة للدخل، العقارات اللي بتجيب فلوس، هو ده الاستثمار الحقيقي. لكن في ناس بتحط فلوسها في عقار بيبقى بالنسبة لها مجرد وعاء ادخار. فأنت لازم تفهم إزاي العملية بتمشي علشان تقدر تختار العقار اللي فعلا يكون بالنسبة لك استثمار مربح. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نتكلم على صور الاستثمار العقاري الأساسية. وأول شكل هنا هو الاستثمار أو الشراء بغرض الاستخدام ثم إعادة البيع في المستقبل. ببساطة إن أشتري شقة عشان أسكن فيها، ولكن عندي النية إن بعد فترة أبيعها وأزود على ثمنها مثلا وأشتري حاجة أفضل. فده بيبقى الغرض الأول هو الاستخدام الشخصي ثم إعادة البيع. تاني صورة من الاستثمار العقاري هي الشراء بغرض التأجير، إن أنا أجيب عقار سواء سكني أو فندقي أأجره بالشهر أو أأجره باليوم، أجيب محل تجاري، أجيب مكتب إداري، أجيب عيادة طبية. الغرض الأساسي منها ان انا اعلن عنها انها متاحة للايجار، فتكون مصدر دخل اضافي ليا. تالت شكل ممكن يعدي علينا هو الشراء بغرض التحسين والتطوير والتجديد ثم اعادة البيع.
اشتري شقة محتاجة شوية توضيبات، شوية تشطيبات، شوية ديكورات، وبعدين أعرضها للبيع وأعمل فرق سعر ما بين تكلفة الشقة زائد تكلفة التشطيب، وبعدين فرق ما بين التكلفة الفعلية وإعادة سعر البيع، وبيكون الفرق ده هو هامش الربح. وطبعا ده بيحتاج حد عنده خبرة في بعض العمليات اللي بتتم في النص، على سبيل المثال الجزء بتاع التشطيبات. تالت شكل والمحبب لقلبي اللي خلى ناس تعمل فعلا ثروات كبيرة هو الشراء اوف بلان او العقارات قيد الانشاء. ما بتشتري في مشروع لسه طرح جديد، المشروع ده مع كل طوبة، مع كل مسمار، مع كل ورقة جديدة بتضاف في سجل المشروع ده، بيزيد استثمارك معاه. فسواء انت كنت بتشتري بغرض ان انت تعرضه للايجار في المستقبل، فبيعمل فرق سعر ما بين سعر البيع وسعر الشراء، فهامش الايجار بيبقى كبير. او ان انت تشتري العقار وهو تحت الانشاء، وبمجرد ما يخلص الانشاءات بتاعته بتعرضه للبيع، فبتقدر تبيعه بفرق سعر كويس، خصوصا لو احسنت الاختيار في البداية. وده اللي احنا هنتعلمه مع بعض في الفايلات الجاية، واحنا بنشتغل مع بعض او بنتكلم مع بعض. واخر شكل حابب اتكلم عليه من اشكال الاستثمار العقاري هو الاستثمار في الصناديق العقارية عن طريق البورصة. هي مش منتشرة في مصر صحيح بشكل كبير، ولكن هي احد الانواع المعترف بيها عالميا، وهو ان انت بتشتري سهم في صندوق، الصندوق ده بيمتلك عقارات، وبعدين بيرجع لك هامش ربح، او بتعيد بيع السهم ده تاني. الفكرة دي هنتكلم عليها برضه واحنا شغالين مع بعض، حتى علشان يكون عندنا خلفية عنها. طيب، والسؤال دلوقتي ليه العقارات يعتبر استثمار ذكي؟ اولا لانه بيعتمد على اصل ملموس. احنا هنا مش بنتكلم على عملات رقمية، ومش بنتكلم على بورصة، بنتكلم على حاجة ليها وجود على ارض الواقع. وندخل في تاني حاجة، وهو إن ما بيتهزش بسرعة زي سوق العملات الرقمية أو البورصة، مش في معدل صعود وهبوط سريع، وده بيبقى متوفر فيه عامل أمان أكبر بكتير من أشكال تانية للاستثمار. وتالت حاجة بتخلي الاستثمار العقاري هو استثمار ذكي، إن هو مرتبط بحاجات الإنسان الأساسية، زي السكن، التجارة، الشغل، أماكن طبية فالناس هتروح تكشف فيها. الاستثمار العقاري بيوفر احتياجات الناس، وأي حد درس بيزنس عارف إنك لما توفر احتياجات الناس بتقدر تكسب أكتر من إن أنت يبقى عندك فكرة وخلاص. وكمان الاستثمار العقاري استثمار تراكمي، كل سنة بيزيد، وكل زيادة بتزيد عليها زيادة تانية، فده في أصل رأس المال. بالإضافة إن حتى الإيجارات بتزيد. وآخر حاجة حابب أتكلم عليها في الجزئية دي هو إن العقارات مش بس للغني. تقدر لو عندك فكر وفاهم تقدر تبدأ إزاي، بتقدر تبدأ فيه بمقدم وأقساط، فبتقدر تدخل الاستثمار العقاري حتى لو مش معاك رأس مال كبير. وبكده اتكلمنا ليه الاستثمار العقاري ذكي. تعال اقول لك ليه امان، وهنحس ان هم متشابهين ولكن في اختلافات جوهرية هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجة هي ان الاستثمار العقاري مقاوم للتضخم، ودي خلاص وضحناها قبل كده. تاني حاجة انك تقدر تتحكم فيه اكتر من الاسهم، هو تحت ايدك، حرفيا تحت ايدك. تالت حاجة انه اقل نسبيا في التقلبات. الاستثمار العقاري ما فيهوش تقلبات صعود وهبوط. من المعروف ان العقارات بتطلع في وقت الاوقات ممكن تثبت، ولكن اقل في التقلبات من غيره. دايما في عليه طلب لان الناس بتزيد، واحتياج الناس للسكن واحتياج الناس لاماكن العمل دايما في زيادة. كمان ممكن العقار وانت بتشتريه لو احسنت الاختيار يكون مصدر لدخل شهري ثابت، ودايما في زيادة مع زيادات التضخم. فده اللي بيخلي الاستثمار العقاري امان. الحاجة الأخيرة هو إنه موجود في كل البلاد. الاستثمار العقاري موجود حرفيا في كل البلاد، فحاجة متعارف عليها بتقدر إن أنت تستثمر فيها بسهولة.
طيب السؤال دلوقتي، هل الاستثمار العقاري فيه مخاطر؟ وخليني أقول لك ببساطة إن مفيش استثمار بدون مخاطر، ولكن المخاطر بتاعة العقارات أقل من مجالات تانية كتير. المخاطرة هنا معناها إن أنت محتاج ترجع تتعلم، فما تفهم أنت بتعمل إيه تعمله بشكل مظبوط، أو إن السوق يحصل فيه تباطؤ شوية وإعادة البيع ياخد منك وقت أكتر، أو إنك تاخد قرار غلط فيحبسك في استثمار لفترة طويلة ما تبقاش عارف هتخرج منه إزاي. لكن لو من البداية اتعلمت صح واخترت صح، ده هيخلي الاستثمار بتاعك أكثر أمان من أنواع تانية من الاستثمار كتير. طيب إيه أشهر الخرافات اللي عدت عليا في مجال العقارات وأنا شغال خلال رحلتي؟ أول حاجة إن الاستثمار العقاري علشان تبدأ فيه لازم تكون غني. الاستثمار العقاري مش لازم تكون غني، ولكن ممكن لو عندك مبلغ من المدخرات زائد مبلغ تقدر تدفعه شهريا، ده هيساعدك انك تبدأ. كمان من الخرافات برضو اللي عدت عليا ان كل العقارات بتكسب. الحقيقة ان مش كل العقارات بتكسب، وعشان كده احنا دايما بنقول للعملاء بتاعتنا لازم تسعى لحسن الاختيار. الخرافة اللي بعد كده هو إنك مش هتعرف تبيع إما تيجي تعمل إعادة بيع. الحقيقة إنك بتقدر تبيع، ولكن ادي لنفسك وقت من شهر لثلاث شهور علشان تلاقي المشتري المناسب. ده في حالة إن أنت مشتري بشكل كويس، والوقت اللي بتبيع فيه أنت دارس كويس هتعمل خروج من الاستثمار إمتى، لأن زي ما بتدخل في أوقات معينة، في أوقات برضو بتخرج فيها. مش أي وقت أنا عايز أمشي فهمشي، وإلا كان زمان الموضوع أسهل من كده بكتير. برضو من الخرافات اللي أنا سمعتها إن التقسيط فخ. التقسيط أحد الأدوات اللي أنت إما بتستغلها بشكل مظبوط بتقدر تكسب منها مكاسب كبيرة، لأن مش كل الناس وهي بتبدأ في الاستثمار العقاري عندها القدرة على الشراء كاش. طيب تعالوا مع بعض نقارن كده الاستثمار العقاري بشكل سريع مع أنواع تانية من الاستثمار. لو هنتكلم في البداية على العقارات، فخليني أقول لك إن درجة الأمان في العقارات عالية، ودرجة الربح المتوقعة من متوسطة إلى مرتفعة. السهولة في السيولة خلينا نتكلم إنها متوسطة، وده باختصار عن العقار. طيب لو جينا نتكلم على الأسهم، الأسهم ببساطة نسبة الأمان أو درجة الأمان فيهم منخفضة إلى متوسطة. الربح المتوقع مرتفع حقيقي. السيولة عالية لو أنت عايز تسيله. السهولة في إن أنت تفهم السهولة في إن أنت تفهم موضوع الأسهم معقد نوعا ما. يبقى إحنا قلنا في العقارات السيولة متوسطة، وسهولة فهمك للعقار برضو متوسطة. طيب لو هنقول بالنسبة للذهب، الذهب درجة الأمان فيه عالية جدا. الربح المتوقع منخفض، لأن زي ما احنا قلنا هو مخزن للقيمة وبيحفظ القيمة. السيولة فيه عالية جدا. وان انت تستثمر في العقارات اظن ما فيهاش، تستثمر في الذهب اسف، ما فيهاش حاجه صعبه. واخر حاجه حابب نتكلم عليها في المقارنه هي المشاريع. درجه الامان في المشاريع متوسطه. الربح المتوقع متغير جدا. السيوله منخفضه نسبيا. والسهوله علشان تفهم البيزنس والمشاريع بتدار ازاي في الغالب بتكون صعبه ومش لكل الناس. وده جدول بيوضح الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، هيكون معروض قدامك دلوقتي علشان تقدر تفهم المقارنة بشكل بسيط قدامك. طيب السؤال دلوقتي، ازاي ابني عقلية زي المستثمرين العقاريين الشاطرين اللي بيعرفوا يحققوا نجاحات كويسة في النوع ده من الاستثمار؟ اول حاجة، ما تشوفهاش كبيت، تشوفش العقارات كبيت ولا مكان للسكن. شوفه كفرصة او كأداة لصنع المال، علشان تقدر تفكر ازاي ممكن تخليها وسيلة
تشتغل وانت في المستقبل ما بتشتغلش. انا النهارده هقتطع من دخلي، او هقتطع من مدخراتي، او هقتطع من المبلغ اللي انا ممكن اصرفه في رفاهيات علشان استثمره، علشان بكره الحاجه دي او الاستثمار ده يكون ليه ثمار تظلل عليا انا واسرتي، ويكون مصدر دخل مربح لينا. ودلوقتي لو عايزين نحط الفايل ده ملخص عام، خليني اقول لك ان اول حاجه ان الاستثمار العقاري هو امان ووعي. امان اما انت تبقى فاهم وتوصل للنقطة التانية إن أنت تكون واعي بالعملية العقارية، إزاي الموضوع بيمشي. النقطة اللي بعد كده هي إنك مش لازم تبدأ كبير، بس المهم إن أنت تبدأ فاهم. مش لازم يبقى معايا رأس مال كبير، المهم أبقى فاهم الخطوة اللي أنا بعملها. والخطوة اللي بعد كده أو المفهوم اللي بعد كده إن مش كل شقة استثمار ولا كل أرض فرصة، المهم إن أنا أختار صح. هدف الكورس ده انه يعلمك ازاي تشوف الفرص، وازاي تقرر، وازاي تاخد خطوات حقيقية زي المستثمرين الكبار. وعلشان كده انا حابب نعمل تمرين عملي مع بعض. التمرين ده هو ان انت افتح بعد ما تقفل الفيديو ده، افتح جوجل ماب واختار مكان او منطقة انت بتسمع عنها، وبعد كده اختار او بعد كده اسال نفسك سؤال: هو ليه الناس عايزه تسكن هناك؟ واسال نفسك سؤال تاني: فيها خدمات ولا لا؟ واسال نفسك سؤال تالت: الاسعار هناك عامله ازاي دلوقتي؟ وبعد ما تعمل ده عيده في 3 مناطق مختلفة. يعني اعمله مرة واثنين وثلاثة، وحاول بشكل بسيط كده تعمل مقارنة ما بين ال3 مناطق بنفسك، علشان تقدر تبني تصور في عقلك يساعدك تختار المناسب ليك. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع أكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو إن يشوفوا أكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين إن هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن أو الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده أكبر استفادة، بنصحك إنك تشوف الفيديوهات من الأول وبالترتيب، لأن كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع أفضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ، وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين، أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين.
ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.